4 حاجات لو عملتهم البيزنس بتاعك ده هيبقى في حتة تانية. أول حاجة إنك تبقى عارف إن الفلوس مش كل حاجة. طبعا في البيزنس المكسب والفلوس أهم حاجة، بس ممكن مع الوقت تلاقي نفسك مش بتكسب فلوس كتيرة، بس بتكسب على الأرض حاجات تسوى أضعاف الفلوس، زي إن المساحة اللي أنت بتوزع فيها المنتج بتاعك أو خدمة اللي أنت بتقدمها بتزيد كل يوم أكتر وأكتر، حجم العملاء اللي بيشتغلوا معاك بيزيدوا، سمعتك بدأت تكبر، اتفاجئت إنك بدأت تنافس ناس اسمها في السوق من زمان قوي، وكل الحاجات دي هي مكسب كبير قوي وهتسمع قدام فلوس اكتر واكتر. ما تستعجلش وما تزهقش، وتفرج الحاجات دي قدام هتعمل معاك ايه. تاني حاجة، اي بني ادم عايز ينجح في بيزنس لازم يدرس البيزنس كويس ويدرس تاريخ الحاجة اللي بيعملها، سواء خدمة او منتج بيبيعه. مفيش نجاح كده بيجي من غير دراسة او من غير ما الواحد يبذل مجهود. ابذل مجهود في شغلك بس اقعد ذاكر ايه اللي حصل زمان وذاكر الناس اللي حواليك. في كده جملة دايما تقول لو الصديق قريب منك جدا فالعدو لازم يكون اقرب واقرب. وبغض النظر ان لقب العدو انا مش عايز اقوله، ولكن خلينا نقول المنافس. اما تدرس المنافسين اللي حواليك هتتوقع هم هيعملوا ايه، وهتقدر تطور نفسك عشان تجاريهم في اقرب وقت. الدراسة ومذاكرة السوق اللي حواليك كويس هتخليك تنجح جدا جدا. تالت حاجة ودي خطيرة، اوعى تاخد قرار سريع. اي قرار بتاخده في شغلك لازم يكون بيعتمد على 4 حاجات: ان يكون عندك معلومات مهمة جدا وكتيرة جدا عن الحاجة اللي انت عايز تاخد فيها قرار، ويكون عندك وقت مناسب تفكر قبل ما تاخد القرار، ويكون عندك دلائل وشواهد تشوفها بعينك تأكد القرار اللي انت هتاخده، وانك كمان تعرف قبل ما تقول القرار انت ازاي هتنفذه. تنفيذ القرار ساعات بيكون سبب مهم جدا في نجاح القرار اللي انت بتاخده. اخر حاجة خالص، ما عنديش مشكلة انك تجيب لاعب محترف يلعب معاك او يشتغل معاك، موظف او حد يشتغل معاك مهاراته عالية قوي، بس عايز اقولك ان ثروتك الحقيقية في انك تستغل الناس اللي موجودة معاك في الشغل، طورهم، التدريب، وانك تشتغل على مهاراتهم، وانك تحاول تزود خبرتهم وتغير من طريقتهم وسلوكهم مع الوقت. ده اكبر ثروة ليك، وصدقني اللي انت النهاردة بتبصله على ان ادواته بسيطة ممكن قدام يبقى حاجة تانية خالص. ما تجريش تقعد تجيب ناس تشغلها معاك كتير 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 من غير ما تشتغل على اللي عندك. مش معنى كده بقول اقفل الباب قدام المحترفين، ما عنديش مشكلة انك تجيب محترف، بس عندي مشكلة انك تسيب ناس موجودة قدامك انت تقدر تخلق منهم مليون محترف. اشتغل عليهم، دي ثروتك الحقيقية. طبق ال4 حاجات دول وانت بزنسك هيبقى في حتة تانية. شكرا ليكم.